حاجة بتضايقني لما الاقي حد قافل حياته كلها على حاجة واحدة بس. بمعنى ان هو مهتم بشغله وشغله واخد يوم كله، مش فارق معاه اي حاجة غير الشغل بتاعه ومشاكله وازاي يكبر فيه. او حد تاني تلاقيه كل همه ان هو يخرج ويتفسح مع اصحابه، مش فارق معاه مستقبله ومش فارق معاه دراسته وهكذا. الناس اللي بتركز في حاجة واحدة بس وتبقى فاكرة ان هي دي المعنى الحقيقي لحياتها، للأسف بيعدي مدة وتندم وتحس ان هي نسيت تعيش الحياة الحقيقية بجد. الحياة الحقيقية اللي انت تقدر تعمل توازن في كل جوانب حياتك، وتقدر تنبسط وتبقى مرتاح من غير ما تبقى مركز في حاجة وحاجة تانية انت مهملها او انت خسرتها بسبب ان انت مش مهتم بيها. في الوقت اللي انت مخلي حياتك كلها للشغل ومركز تركيزك كله للشغل ومشاكل الشغل والناس اللي في الشغل، في الوقت برضو للأسف اللي انت في علاقات بتخسرها بسبب ان انت مش مركز معاها. في حاجات من لذات الحياة، في الراحة في الحياة، انت برضو بتخسرها لان انت على طول في ستريس وضغط دايما بسبب الشغل، ومش قادر تتبسط بأي حاجة غير الشغل. لو انت تمام في الشغل فانت مبسوط، لو انت مش تمام في الشغل فانت حياتك كلها سوداوية ومفيش فيها اي حاجة كويسة. وبرضه تلاقي الناس اللي دايما مش بتفكر في اي حاجة ومقضيها خروج ودخول، وهو شايف ان ده المعنى الحقيقي لانبساطه. هو اي نعم احنا في شبابنا بنبقى عايزين نخرج ونتبسط ونحس ان احنا براحتنا ونحس ان احنا حرين، محدش مقيدنا بحاجة، بس برضو الوقت ده احنا لازم نستغله ان احنا نطور من نفسنا. لان احنا لو ما عملناش ده هنلاقي ان عمرنا عدى واحنا مش عارفين هو عدى ازاي وعدى ليه، ونقدر نعمل ايه عشان نرجعه تاني، وطبعا مش هنعرف نرجعه تاني. طيب هو انا المفروض اركز في دراستي ولا شغلي ولا اهلي ولا نفسي، ولا اركز في ايه بالظبط؟ ببساطة انت محتاج تعمل حاجة واحدة بس، وهي التوازن. التوازن بين كل جوانب حياتك. التوازن بين ان انت تهتم بنفسك عشان دي ليها اهمية كبيرة جدا. التوازن بين ان انت تهتم بالعلاقات اللي حواليك. التوازن بين ان انت تهتم بمستقبلك وشغلك وتطور من نفسك علشان تنجح وتوصل للهدف اللي انت عايز توصله. وطبعا التوازن بين ان انت تخرج وتتبسط او تعمل حتى الحاجات اللي بتريحك وبتفرحك. طيب انا ان انا احقق التوازن ده علشان ما يكونش مجرد كلام كلاشيه، هو شيء صعب جدا، بس ده مش معناه ان هو لو صعب ان احنا مش هنقدر ان احنا نحققه. لا، انت تقدر ان انت تحققه ببساطة كمان. دلوقتي لو انت شغلك هو اللي واخد وقتك بنسبة كبيرة، او احنا بحكم ان احنا شغلنا ممكن ياخد جزء كبير قوي من يومنا، هو ده اصلا يخليك ان انت اول ما تخرج من باب شغلك تفصل خالص وتقطع كل حاجة كنت انت عايشها فيه، علشان انت اصلا قضيت وقت بما فيه الكفاية من يومك ليه، بمشاكله، بحاجته الحلوة، بتفكيره، بالضغط، بان انت عايز تخلص حاجات معينة. فلازم دايما تحط في دماغك انا بمجرد ما انا خرجت من باب الشغل او من باب مكتبي او ايا كان نوع عملك ايه، انا خلاص انا قفلته لحد تاني يوم الصبح لحد ما اروح مرة تانية. واول ما اخرج واروح لاهلي او صحابي او ايا كان الناس اللي انا بحبهم، اركز تركيزي كله يكون فيهم هم. على فكرة انت حتى لو يومك فيه مشاكل في شغلك او فيه ضغط، انت لو انت ركزت مع اهلك وحبايبك هتلاقي ان الضغط ده خف شوية الى حد ما. لكن تخيل كده معايا لو انت يومك كله حتى بعد ما انت خلصت شغلك انت بترجع بيتك بتفضل قاعد شايل الهم، حاطط ايدك على خدك، مش قادر تعمل اي حاجة لحد تاني يوم بكرة ترجع لنفس الهم تاني وهكذا. تفتكر انت هيحصل لك ايه؟ طبيعي والاساسي ان انت مش هتقدر وهتتخنق وهتجيب اخرك وهتخسر علاقات كتير، لان انت هتبقى على طول متوتر، على طول حاسس انك متضايق. انت حتى مش مدي لنفسك فرصة ان انت تفك او تتبسط او ترتاح مع الناس القريبة منك. فتعود دايما بمجرد ما انت خرجت من باب الشغل بتاعك، ودي انا شخصيا بعملها، انا خلاص انا خرجت من شغلي، انا كأني ده يوم تاني ببدأه، سواء لنفسي، سواء في علاقاتي مع اهلي، في علاقاتي مع صحابي، في علاقاتي مع الناس اللي بحبهم. انا قطعت خلاص من اول ما خرجت من الشغل، انا هركز معاهم هم بس، هركز ان انا اتبسط معاهم، هركز ان انا اعرف اقضي يومهم ازاي، هركز ان انا ابقى مرتاحة معاهم علشان اقدر اكمل تاني يوم وتالت يوم والايام الجاية كلها. وكمان لو انت شخص بيحب الدراسة قوي ومنغمس في دراسته ومنغمس في مذاكرته، طبعا ده شيء جميل جدا. بس لو وصلت معاك المرحلة ان انت حياتك كلها صبح ظهر ليل انت ما بتعملش اي حاجة غير الدراسة، مش بتفك عن نفسك باي حاجة، سواء انك تخرج او تعمل حاجة تبسطك،
لا، يبقى وقف شويه. لان انت مهما اديت طاقتك في الدراسه، انت غصب عنك من جواك هيجي عليك وقت وهتقفل منها، وهتحس ان انت مش قادر تكمل خالص، لان انت ما اديتش لنفسك البريك اللي يخليك يديك طاقه تكمل دراستك وتكمل مذاكرتك علشان توصل للحاجه اللي انت عايز توصلها. فدايما ادي نفسك الاريحيه ان انت تتبسط، حتى لو انبساط بسيط في يومك، او حتى لو انت بتفصل ربع ساعه تعمل فيها حاجه بتحبها، تشرب حاجه بتحبها، تنزل مع ناس بتحبهم. لازم تفصل، ما تخليش حياتك كلها وعمرك كله واقف على دراستك ومذاكرتك وبس. بس اوعى تفتكر معنى كلامي ان انت تقضي يومك في خروج وانبساط وضحك وبس وتنسى مستقبلك وحياتك. لا طبعا، انت في الوقت اللي انت بتخرج فيه تبقى ده علشان انت عايز تفك عن نفسك، عشان ترجع تكمل الحاجات اللي وراك. لان طبعا اي حاجه زياده ما بتبقاش حلوه. لو انا حياتي كلها مقضيها خروج وانبساط وضحك، انا هعدي سنين عمري المهمه اللي كان فيها طاقه ان انا اقدر اطور من نفسي فيها واحسن من شخصيتي، هقضيها في حاجات كلها ملهاش اي لازمه. حتى ساعتها هندم واقول يا ريتني ما كنتش اتبسطت قوي كده او ما خرجتش قوي كده، كنت اهدى شويه واركز مع نفسي واركز مع مستقبلي. فلازم على قد ما تقدر ان انت تعمل توازن بين كل جوانب حياتك، ولا تنسى الحاجات المهمة، ولا تنسى ان انت برضو تبسط نفسك. كلمتي الاخيرة كالعادة اللي عايزة اقولها لك، وهي الحياة اصلا صعبة بما فيه الكفاية، صعبة وفيها ضغط نفسي شديد جدا. مش لازم ان انت تزودها على نفسك بان انت تضغط نفسك اكتر وتبقى 24 ساعة مش مبسوط، 24 ساعة حاسس ان انت متضايق. وفي نفس الوقت هي على قد ما هي فيها ضغط وفيها مشاكل، هي فيها ان انت تتبسط وتفرح وتفك عن نفسك. بس مش هتقضيها برضو كلها خروج وانبساط، لان انت برضو لو عملت كده هنرجع لنفس النقطة، ان انت تحس ان انت قضيت حياتك على الفاضي وعمرك راح وانت محققتش فيه اي حاجة، فهتندم. ببساطة اي حاجة زيادة ما بتبقاش حلوة. مهما كانت الحاجة دي انت شايف ان هي دي المهمة بالنسبة لك دلوقتي، لا، ادي لنفسك ان انت توازن بين كل حاجة وتدي كل حاجة حقها المطلوب. وما تنساش ان الحياة احنا موجودين فيها علشان فعلا نعيشها وننبسط، مش مجرد موجودين كده جسمانيا من غير ما نحس اي حاجة، ومن غير ما نتبسط، ومن غير ما ندي لنفسنا هدنة ان احنا نحس بالحياة نفسها. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.